السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف اليوم على موعد مباراة مصر وزامبيا القادمة الودية بالإمارات والقناة الناقلة. يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا ضمن خطة الإعداد لبطولة إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث دخل الفراعنة معسكرا مغلقا بالإمارات يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا يوم 12 من أكتوبر الجاري، فيما يلتقي في المباراة الودية الثانية مع منتخب الجزائر يوم 16 من أكتوبر الجاري. وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد وصلت الإمارات الاثنين الماضي، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول. وانضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح الثلاثاء، في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي 12 و16 من أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هني، عمر كمال، محمد حمدي بيراميدز، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمرو مرموش، ومحمود تريزيجي، حسين الشحات، مصطفى محمد، ومروان حمدي. ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي ستنطلق في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، المقرر لها يوم الخميس القادم الموافق 12 من أكتوبر، وذلك على أرضية استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات. وتنقل قنوات BN سبورت مباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا في المباراة الودية في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية. وإلى هنا ينتهي الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. شكرا على حسن مشاهدتكم، تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.